جنون أبو زياد بعد التقرير الطبي الأخير لحالة نيرة. الموضوع يا جماعة محتاج من حضراتكم بس الناس اللي عايزة تفهم واللي عايزة تسمع كلامنا للنهاية. اسمع وبعد كده قول اللي انت عايز تقول. انا جالي كمية تعليقات سواء على الفيديوهات او الفيديو اللي قبل الاخير اللي احنا عاملينه، وطبعا على الخاص. غير طبيعي، غير طبيعية بالمرة. قبل ما ندخل بقى في تفاصيل الفيديو والكلام عن ابو زياد والاحداث الاخيرة وابو زياد فينه من الموضوع، والناس دلوقتي يعني ماسكه ابو زياد. انت فين يا عم لما كنت بتقول اولادي وانا هعمل وهسوي؟ سايب بنتك بالمنظر ده. قبل ما ادخل في التفاصيل، يعني دايما بذكركم وبذكر نفسي ان احنا دايما نذكر ربنا سبحانه وتعالى. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ونصلي على خير خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. دي يمكن من أجمل الحاجات اللي أنا يعني بقولها في الفيديو. بس أكتر من كده يلا بينا نخش في التفاصيل. دلوقتي يا جماعة، نيرة والكلام، الناس بتقول لك يا عم انت بتتكلم كتير عن نيرة، وما بصدقوا ان هم يسمعوا الكلمة ديت. الناس اللي هم المريضة عشان خاطر يكتبوا التعليقات، يعني دول ناس مرضى. هم عارفين نفسهم كويس، وربنا يشفيهم يا رب. ولكن الناس العاقلة المحترمة الرزينة اللي دايما بتتكلم، هي يعني في حد سألني هو البنت عندها ايه؟ يعني ممكن في ناس مش متابعة، في ناس الله يعينها مشغولة فمش متابعة القصة. فاحنا قلنا البنت كان التشخيص او التقرير او الدكتور قال، طبعا زياد طلع في فيديو قال ان هي عندها التهابات في او التهاب حاد في القولون. وطبعا عندها الفيروس. فيروس ايه يا جماعه اللي احنا قلنا عليه اكتر من مره؟ الفيروس ده ما بيحبش الاستهانه بالمره، ما بيحبش اللي هو الناس إن تتجاهل الموضوع بالمره. نصحنا وحضراتكم كتبتوا في التعليقات وقلتوا اللي عندكم وقلتوا العلاج ايه وعملتوا اللي عليكم وكفيتم ووفيتم زي ما بقول. طلعنا من شويه ابو زياد فينو اللي كان بيقول اولادي قرة عيني، وان انا بسعى عشان خاطر اوصل لاولادي وهم رقم واحد في حياتي. انا مش عايز اتجوز، انا مش عارف ايه، وعايز اولادي. الناس بتقول لك يا عم فينك؟ ما انت اولادك اهم معاك، وانت سايب بنتك بالمرحله ديت وبتوديها مستشفيات خاصه ومش عارفين تعالجوا بنتكم كويس، مش عارفين تاخدوها لمستشفيات طبعا او دكاتره فاهمه في الموضوع. معاكم فلوس مش عارفين تعالجوا بنتكم. كل الكلام ده بيتقال، اقسم بالله ما بجيبش حاجه من عندي. انا ما بجيبش حاجه من عندي. طيب الموضوع يعني اللي مفيش اجتهادات بالنسبه لنا. احنا بننقل لكم الحاجات اللي بتتقال. ممكن نعمل بدل الفيديو 1000 فيديو. تزعلين ليه؟ احنا بنقول حاجه الناس بتتكلم فيه، والناس بتقول رسائل، والناس تبعت كلام، والناس بتعلق لينا، والناس بتبعت لنا على الخاص. الناس اللي زعلانه انت واخدها شغلانه. شغلانه مين؟ هو انا في كل فيديو لو عملت مليون فيديو، هو كل فيديو بعمله بقطم في البنت؟ ولا بقى بدي نصيحه للناس للعيله ونرفع معنوياتها؟ ولحضراتكم اكتبوا كومنتات تقوي من معنوياتها. بقول ايه غير اللي انا بقوله؟ اللي مش متابع او اللي مش فاهم مش دوري. اللي مش فاهم مش دوري ان انا يعني هقعد افهم كل واحد باسمه. ولكن انا بتكلم للناس المحترمه، الساده المحترمين اللي يا معانا من زمان. يا ما كنا بنقول على ابو زياد وبنحاول نقول لابو زياد يعني في حاجات تعدلها، وانتقدناه في حاجات كتير جدا. فالراجل مش عيب ان احنا نشيد بيه في الاوقات اللي هو ظهر بيها، والراجل صمد و يعني فضل ورا الهدف بتاعه لما حقق الهدف بتاعه. واحنا بنشيد بالكلام ده، لان احنا عمرنا ما بنكل بمكيالين.
كلامنا ثابت وواضح منذ البداية حتى وقتنا هذا. البنت اتكلمنا وقلنا في فترة امتحانات، قالوا لا ده امتحانات مين يا عم، ده الامتحانات لسه عليها معرفش ايه. فالناس اللي بتسمع وعندها يعني حرقان زيادة، واحنا في فصل الصيف، فمش حلو ليك ان انت الحرقان الزايد عن حد ده مش حلو ليك على فكرة، واحنا في فترة الصيف وفي نواقص في السوق، في اللي هو المرطبات والحاجات المراهم والكلام ده، فمش حلو يجي لك حرقان تفضل تجري على صيدلية عايز مرطب ما تلاقيش مرطب، تودي نفسك في 60 داهية، فمش حلو ليه. فانت اسمع وخليك كده قاعد في طشت في تلج عشان خاطر ايه تهدي نفسك. فالناس اللي يعني اللي هم معانا وفاهمين الراجل ده على ايه وفاهمين الكلام على ايه، اكيد حضراتكم تعوا الكلام اللي احنا بنقوله كويس جدا جدا جدا، وعمرنا ما خدنا حد شغلانه ولا سبوبه ولا اي كلام. احنا قلنا وبنقول في كل فيديو احنا بنعمل الفيديو من هنا وبننزل الفيديو من هنا، وما نعرفش الفيديو ده هيجيب مشاهدات ولا ما يجيبش مشاهدات، يجيب ما يجيبش. احنا بنعمل فيديو بنقول كلامكم، بنقول الاحداث اللي بتحصل، بنشوف قنوات بتتكلم، بنستشف من بعض القنوات ده يعني حاجات مش حقيقيه، واللي حقيقيه بنقولها، يعني بنعمل لكم ميكس كده. دي قناتكم ودي قناه المتابع المحترم، كلامكم اللي بتقولوه بطلع اقوله في فيديو. انا بسيط ابسط مما تتخيلوا، يعني يا رب دايما يجعلنا من البسطاء. فدايما بنطلع بنقول الاحداث اللي حضراتكم بتتكلموا عليها، وبننقل كلامكم انتم مش اكتر. فالبنت تعبانه، تعبانه، محتاجه يعني عنايه اكتر، محتاجه فحوصات اكتر، محتاجه. الراجل مقصر معاهم، وابو زياد يعني في قمه الزعل والغضب، ان هو شايف بنته في المرحله ديت. وكمان يوسف، الناس قلقانه، احنا قلنا قبل كده يوسف الولد طبعا كان في فتره الامتحانات، والامور بالنسبه له برضه متلخبطه. فطبيعي يحصل كده، واحنا طبيعي احنا بقالنا كام يوم ما بننزلش فيديوهات على قناة احمد الكابيتان وقناتنا الخاصة. فيعني هل غيابنا ده وراه كارثة؟ لا، هو طبيعي عدم يعني انشغالات. يعني احنا بنقدم هنا فيديو لحضراتكم عشان خاطر كلام حضراتكم المحترم، ما ينفعش ان احنا نتجاوز الكلام ده، وبنقدم لحضراتكم كلامكم ده. اكتر من كده في قناتنا التانية بنحاول نشتغل عليها اكتر، وان شاء الله يا رب الفرصة خلاص، الايام قربت عشان خاطر نبدأ نعد القناة اللي نقدمها تاني للمراجعة، عشان بسبب الحاجات اللي حصلت فيها، وان شاء الله الامور تبقى يعني على ما يرام، والامور تتحسن ان شاء الله، والدنيا تبقى تمام، ونظهر في قناة احمد الكابيتان اكتر من القناة هنا، ونقدم لحضراتكم محتوى خاص ان شاء الله يا رب يكون ليه اضافه ويسعدكم، وانتم بتشاركونا حياتنا ويومياتنا. وده اللي احنا بنسعى دائما وابدا ان احنا نكون يعني قريبين جدا من حضراتكم. انتوا على عيني وعلى راسي، بحبكم في الله. البنت محتاجه بجد يا جماعه دعاء والوقفه، وابو زياد مش مقصر، وابو زياد زعلان جدا وغاضب جدا، والبنت محتاجه يعني بس نعدي فتره الامتحانات، شدوا الحيل، شدوا حيلكم معاها شويه، نعدي فتره الامتحانات وبعد كده نقف وقفه. البنت يا اما تسافر تركيا يا اما تسافر الامارات علشان خاطر تبدا يتعمل لها فحوصات من اول وجديد، وتحليل اول من اول وجديد، ونبدا نشوف الموضوع فيه ايه. نشوفكم على خير، ومع الف 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 مليون سلامه لاحسن وافضل متابعين عزاز جدا وقريبين جدا على قلبي. كلكم ناس محترمه واللي بيكتبوا التعليقات، وانا والله يعني ما بردش على التعليقات ديت. يعني انا والله انتوا عارفين ان انا اللي مش متابع يدخل يتابع على قناه احمد الكابيتانو. انا طبعا يعتبر مغترب في البلد هنا، يعني في بلد غير بلد ومحافظه غير المحافظه بتاعتنا، فالامور فيها بس لسه شويه كعبله كده ولخبطه. فالامور ان شاء الله تتحسن وتبقى زي الفل. ده بس اللي ملخبطنا في الفتره دي. بعد كده ان شاء الله الامور تستقر وتبقى زي الفل، والدنيا تكون على ما يرام. في نهايه الفيديو ما تنسوش تدعوا على البنت. ابو زياد مش مقصر، ابو زياد مش سايبها، ابو زياد معاها في المستشفى في كل مكان في كل حته، مش مقصر. اب
بيسعى دايما يكون مع اولاده، ده اللي ظهر قدامنا، ولازم نقول الحق عشان خاطر ده امانه هنتحاسب عليها امام الله. السلام عليكم.